أسماك الزينة ليوسع مشروعه إلى تربية المائيات المدمجة في الفلاحة، ويتطلع للحصول على دعم من السلطات المعنية. المراسلة لصالح تموم. بإرادة قوية استطاع صالح أن يحول هوايته وعشقه لأسماك الزينة إلى استثمار حقيقي، بعد أن تلقى تكوينات دعمته في معرفة أدق التفاصيل عن عالم هذه الكائنات الجميلة، ليلم بخباياها ويحقق حلم صباه. تربية أسماك الزينة اكتسبتها من الأب تاعي وعشقت في الهواية هذه وطالت عليها بزاف. بديت بأكواريوم صغيرة، ومن بعد بديت نكتشف في الأسماك هذه الأمراض تاعها، الأكل تاعها، الأنواع تاعها. درت المحل هذا، كبرت فيه المشروع وبديت خطوة بخطوة نكبر في المشروع ونزيد نجيب في الأنواع وننتج منهم، والحمد لله زدت كبرت شويه، زدت وصلت درت بسانات تاع الحوت، وزيد بزياده نخدم لي زاكواريوم، نخدم بجميع المكاسات الاحواض، سواء زجاجيه ولا سواء في الارض احواض تاع لي جاردان هكذا. زاد طموح صالح مع السنين ليستثمر في التربيات المائية المدمجة للفلاحة، حاملا مشروعا أكبر بإنشاء مزرعة لتربية أسماك التيلابيا، وكله أمل في تسهيل الإجراءات الإدارية. من مشروع تربية أسماك زينة توجهت الأسماك تيلابيا، واللي هو المشروع تربية المائيات المدمجة للفلاحة. مش سمك تيلابيا سمك يؤكل، كما أنني رحت درت تكوينات في مجال تربية المائيات المدمجة للفلاحة وتربية أسماك الزينة. راني تلقيت الرد الإيجابي من مديرية الصيد البحري، وأنا ماذا بيا دلوك يديروا تسهيلات باش يتسرع المشروع هذا، ونبدا نكسى في الأرض تاعي، في الأرض تاعي نبدا نخدم في البسانات، نبدا في الإنتاج، ولما لا التسويق من الصيف الجاي بربي إن شاء الله. وماذا بيا أنا نسوق هذه التيلابيا خارج الولايات وما عندنا هنايا في جيجل. أمام هذا المشروع الاستثماري الواعد، يبقى صالح يترقب تجسيد الوعود للانطلاق في تحقيق طموحه. يمنى من المدية تلقت تكوينا في تصنيع المستخلصات العلمية